المشكل اللي وقع هو انني كانت عندي واحد القهوه. باختصار، لو كانت عندي قهوه بغيت نبيعها وندير مسائل اخرى، جا عندي واحد السمسار، كنا اتفقنا على مليار. ملي جاب السيد قال لي عندي الشريك، قال لي غنعطيك 900 مليون. قلت له مرحبا. قال لك يلا نمشيو عند الموثق. الناس نصحوني، قال لي سير عند فلان عند فلان. قلت له ما ودي غنمشيو عند الموثق فلان. قال لك لا، القهوه فيها 584 متر مربع، وفيها 3 ديال الريجيست كوميرسات ديال مقهى ومطعم ومخبزه. مشينا عند المكتب ديالو بواحد الطرق يعني غريبه من نوعها، ظرف وجيز. ما بقيتش كنفهم وسط هذوك الناس. كيدخلوني المكتب كيديروا شي بخور، كيديروا نوض نصلي ونوض هذا نوض هذا. المهم بالزربه بلا كومبرومي بلا والو، البيع المباشر. وجدوا العقد، انا كنديرها كنشوف في العقد واحد كيدوي معايا من هنا واحد من هنايا. العقد دايرين فيه بلاص ما يديروا 9 مليون ديال الدرهم، يعني 900 مليون داروا فيه 900 ألف درهم. وسنيتو، وملي سنيتو مشيت في حالي، ما عطاني لا نسخه لا والو. دازت نهار، دازت يومين، دازت 3 ايام، تنجي ما كنلقاهش. فينا هو الاستاذ؟ ما كاينش. فينا هو الاستاذ؟ من بعد اسبوع جيت لقيت شيك ديال 900 ألف درهم. كنقول له ودي راه ما باتش وياك ما غلط. قال لك لا، 900 ألف درهم. هاك ها العقد. هل يعقل وهل يقبل قهوه فيها 584 متر بعيده من الباب الرئيسي ديال المرجان ب 135 متر، من الباب ديالها الباب الرئيسي ديال المرجان 135 متر، تباع ب 90 مليون، يعني 1000 درهم للمترو، في الوقت اللي فيه محلات في جنبها ما مفينيينش كيتباعوا ب 30 ألف درهم للمترو. وقهوه بماتيريال المخبزه والماتيريال ديال القهوه والريجيستراد كوميرس والرخص ديالها تباع ب 90 مليون، 8000 درهم. واللي غريب في الامر هو ان مصلحه الضرائب الى باع شي واحد اي حاجه بسيطه كتجي كدير معاه مراجعه. انا ما سول فيا حتى واحد الى تحدي الساعه. راه ماشي اليد ديال هاد السيد، راه باين بان محمي. هاد السيد راه محمي، راه جدار لقي عليه هذا، لان هادشي من 2015 ومن وراه ها هما الضحايا كيكثروا. وما جا عندي حتى واحد وما سولني يقول لي واش انت كتفلى على دوله قهوه في الشارع لا الفاسي تباع بهذا الثمن هذا.